اهلا بيكم في حلقه جديده في تاني اقوى تحدي على اليوتيوب. انا الكسبان والنهارده معايا مين؟ معايا يوسف ايهاب. ازيك يا جو؟ ازيك يا عمور؟ كله تمام الحمد لله يا حبيبي. سنه وانت طيب. انت طيب يا حبيبي. اهم حاجه قبل ما نبدا ما تنسوش تدونا اللايك الجميل، سبسكرايب، شير، روق علينا كده يعني. وما تنسوش تدعوا لاخواتكم في فلسطين، سوريا والعراق ولبنان والوطن العربي كله، يعني ربنا يهونا عليهم يا رب. ونزل لي بالانترو. هنبدا بقى يا عم ماركو بالاسئله السريعه. ابدا بالاسئله السريعه. ايه هي الاسئله السريعه يا عم جو؟ الراجل المحترم ده هيسالنا شويه اسئله واللي يجاوب اسرع خد البوينت. تمام. ايزي يلا بينا. يلا. ايه الحيوان اللي ما بينطش؟ الفيل. اسالني انا. دي هتأثر على صحوبيتنا دي على فكرة. يلا. تمام. بطل مسلسل عتبات البهجه رمضان ده. البهجة انا ما شفتش. ايه طيب ما اعرفش. ممكن نسكيب. لا مسلسل عتبات البهجة. يحيى الفخراني. صح. جامد. بس هو قال لك تقيل، انا افتكر وزنه ولا تقيل مسلسل. ما علينا انت جاوبتها. بطلة مسلسل كامل العدد بلس 1. دينا الشربيني. صح. ايه انت جامد والله ابدا والله جايه. كم عدد اعين العنكبوت؟ 8. دي رجلين. ده صح. بطل مسلسل اشغال شقه. شيكو، هشام ماجد. ماشي. عاصمة دولة المانيا. برلين. كنت اقول ميونخ اصلا. اعلى جبل في العالم. ايفرست. ايه يابا مش لاحق اقول حاجه. دحيح بقى دحيح. ايه يا عم؟ من قال هذه العبارة؟ ايوه شفت الواد ابو جل في شعره؟ احمد حلمي. انا قلت قبله احمد حلمي. ماشي يا عم اديها له رأفة بيه. ماشي. بطل فيلم مستر اكس. مستر اكس. احمد عز. احمد فهمي. اطول نهر في افريقيا. بطل مسلسل بابا جه. مصطفى شعبان. لا اكرم حسني. يا ابن اللعيبه. بس هو يمشي مصطفى شعبان يعني. بالظبط يعني. ايه الفاكهه اللي عماد بعرار العنب. وانا قلت قبله والله العظيم انا قلت العنب. بس طلعت الاول مني. يوي. قول لي اغنيه بتبدا بسؤال. ليه بيفكروني عينيه؟ عاصمه دوله فرنسا. باريس. من مسلسل اشغال شقه. ايوه. كم شغاله لحد دلوقتي اشتغلت عندهم؟ 8. لا هقول لك النهارده كام رمضان؟ 11 9 يبقى 6 5. وتخلص اول فقره الاسئله السريعه بفوز فوده الرايق كالعاده 8-6. وخش علينا بالفقره الثانيه. اقنعني. ايه هي بقى فقره اقنعني ان احنا قدامنا هذا الشيء، كل واحد فينا يسحب منه ورقه ومكتوب له فيها حاجه. ماشي. ودورك انك تقنعني بيها او انا اقنعك بيها يعني. خلاص تمام. اتفقنا. مين يبدا؟ معروفه. ماشي. شوف انا مصر. ابدا يا باشا. بسم الله. ده سؤال. ايه السؤال ده؟ اقنعني انك صاحب بيج رامي وانك الكابتن بتاعه في الجيم بطريقه نفادي. عضلاتك مقويه قلبك. يلا من هنا. يعني انك بأداء مين؟ بأداء نفادي. نفادي ده اللي هو جامد فشخ. يلا انا معاك يلا. انت عارف يا عمور ايوه مين المدرب بتاع البيج رامي؟ مين؟ انا. ازاي يعني؟ على فكره مفيش اي مؤهلات تقول لي كده بس عضله قلبي قالت لي اقول لك. لا ايه السؤال ده يا اسطى؟ ايه السؤال ده؟ يعني مش عارف. لا ما انا خسرت. بسم الله. اقنعني ان جورجينا من شبرا وقول لي اسباب علميه بطريقه شخص دحيح. انت كده شبه سكريلكس مش الدحيح. تمام. لا هو مش هبقى شبه الدحيح، شخص دحيح تمام في المطلق. ماشي يلا بينا. طيب انت عارف ان انا منين؟ من شبرا اصلا. تمام صح كده؟ مظبوط. شبرا بلدنا حبيبتنا، فشوت اوت لشبرا ولكل الشبراوات. ولمحمد نيازي. صح طبعا نيزو احلى مسا. فوانا صغير في مكان ما في شبرا يعني عندنا
قالوا لي ان هنا كان يسكن وائل نور الله يرحمه. الله يرحمه. ده ممثل يعني تمام، عارفه لو طبعا. حد مش عارفه يعني. ف ف فبقى وقالوا لي برضو ان داليدا اصلها كانت عايشه في شبرا بجد؟ زمان. والله لو عارفين يعني النقطه دي. فانا فانا بقيت مقتنع يعني ان شبرا دي مليانه بالفن والفنانين، ولو رجعت لاصول فنانين كتير هتلاقي اصلهم اصلا شبراويه يعني. ومؤخرا سمعت شويه كلام كده ان جورجينا شبراويه، فطبعا الكلام ما دخلش دماغي، ايه يا جماعه اللي بتقولوه ده؟ جورجينا ايه وكريستيانو ايه اللي هيجيبوا شبرا وكده؟ لحد ما شفت الاعلان بتاع اللي بينزل دلوقتي اللي هو كومباوند اللي مش هنقول اسمه هنا في مصر في التجمع الخامس. وانا كراجل من شبرا دلوقتي قاعد فين؟ في مدينه نصر. فمش بعيد خالص ان هي تبقى من شبرا وتروح فين؟ التجمع الخامس. خصوصا ان هي معاها برضو يعني بابليك فيجر زي كريستيانو رونالدو، لعيب اسطوري، فيقدر ان هو يعمل معاها المشروع ده يعني ويبقى شغال كويس جدا، وان شاء الله ربنا يكتب لهم النجاح والتوفيق وبس. يعني ايه اللي خلى يعني كريستيانو يعرفها وهي في شبرا؟ كريستيانو ما عرفهاش وهي في شبرا. امال يعني احنا ما بنقولش ان كريستيانو عرفها في شبرا، بنقول ان هي اصلها كان من شبرا، لكن مع الشغل والتطور زي ما داليدا اصلها كان من شبرا، لكن سافرت واتعلمت بره واتطورت بره وكده، فعرفت كريستيانو وهي في اسبانيا، وبعد كده اقنعته يعني زي ما راح السعوديه ان هو يستثمر في مصر، يعني بما انهم دولتين مجاورين وكده. بصراحه انا ما اقتنعش. لا تيجي ها براحتك. ماشي طيب. الله اعلم تكلمه. اقنعني ان ابوك رقص مارادونا في حته قد البلكونه بطريقه عبد الله مشرف. ابويا نقص مارادونا. وانا بقول لك يا هولي اشرح لي ازاي ابوك عمل كده. والترقيصه شكلها ايه؟ يعني السؤال جه لواحد مالوش في الكوره بشيل كوره. طب يعني ما يعني بجد لا ممكن. لا يا باشا اقنعني، اصلك عارف مارادونا وعارف عبد الله مشرف وعارف ابويا بس خلاص. فتمام. ايه بقى ابوك ممكن يطلع منه كده مثلا؟ ابويا ممكن يطلع منه كده. عارف يا عمور انا ابويا اصلا من باب الشعريه من الظاهر، فهم كانوا دايما بيلعبوا كوره في الساحات والحاجات دي. فمره كان بيحكي لي، وطبعا الابهات ما بتكذبش، فقال لي قال لي واد يا زحلاوي احنا بنلعب شفت مارادونا جاي عليا من بعيد، قال لي انا هنزل معاكم في الخماسي ده. وايه اللي جاب مارادونا في الظهر؟ يعني كان في تور مع جورجينا. عديها اوعكم بقى. كان في تور مع جورجينا، انا اسف بقى يعني الاثنين من نفس البلد. فقال لي ان هو نزل معاهم الحجز وكان بيلعب في الفرقه اللي ضده. فانا ابويا بيعمل كده بالكوره هوبا راح مارادونا اتزاول، قال له بص جورجينا معديه هناك، راح راح ملبسه الكوبري. يا ابو الحكام يا جامد. ايه وانا كمان اشتريت بصراحه. اقنع صاحبك انك هتمثل في مسلسل الحشاشين لكن رفضت، اتكلم بطريقه هجرس ايه او حزلقوم، وقول سبب الرفض واختار واحد. ماشي انا ممكن اكلمك بالاثنين لو عايز. هو مبدئيا ما ينفعش يمثل مسلسل حشاشين عشان ما فيش حصان هيشيله. فلو قلت كده والله انا اشتريت. هياخدها ماشي بقى اصلا بقى يعني انا اشتريت. لا للتنمر يا جدعان بعد ده. نبدا بشخصيه هجرس وهخش الحم لك منها على حزلقوم. ماشي يا سيجو. ايوه شفت مش انا جالي دور مهم ورشحتك ليه؟ فين؟ في مسلسل ايه؟ مش اسمه مخدرات، اسمه الحشاشين. بجد والله؟ ايه داني الدور بس انا رفضت. طب ليه رفضت؟ عشان انا وزني تقيل فما كانش هينفع اركب على الحصان، عشان هو لسه رامي الافيه ده من شويه. فانا كان عندنا عيل صاحبنا اسمه ايمن ابن احلام كراويه كان فاتح سايبر جنب البيت، فقلت له لا مش هينفع اركب على الحصان عشان ما اذيش الحيوانات. انا اشتريت يعني عشان هو ما بيأذيش الحيوانات. وهو يعني حزلقوم ما بيدخنش فتمام. تمام ماشي. انا اشتريت والله اشتريت. كده 2-1 تخلص الفقرة التانية، فقرة اقنعني. 2-1 لفودة الرايق، وخلاص انا كده كسبان الحلقة. بس يلا بينا على الربع قرد. طيب ايه هي ربع قرد يا عم جو؟
ربع قرد ان احنا قدامنا البتاعتين دول، واحده منهم فيها كاتيجوريز، وواحده منهم فيها حروف. تمام. كل واحد فينا هيسحب واحده ورقه، وورقه من هنا ورقه من هنا، ويشوف مثلا حرف مع كاتيجوري، ويحاول يوفق اسم حاجه على الكاتيجوري ده. فمثلا طلع لك اغنيه او مغني، وطلع لك حرف ت، فيجي في دماغك تامر حسني، فطلع قدامك حرف ت، فتقول قايل الف ميم ر، وتفضل رايحه جايه لحد ما الاسم يخلص، او ان حد يغير اسم الايه المطرب اللي اتقال. زي مثلا تامر حسني وفي تامر حبيب، فعادي تمشي. حصلت في حلقه قبل كده، ارجعوا شوفوها. تمام. وعندك اوبشن انك تشك. بمعنى ايه؟ انت مثلا شايف ان انا قلت حرف ده مش منطقي، مفيش حاجه بالكلام ده، فتقوم قايل اشك. طلع عندي حاجه تخسر انت وتشيل ربع قرد، طلع ما عنديش حاجه انا اللي اخسر واشيل ربع قرد. تمام. بس هنزود قانون جديد المره دي، انه كل دور اخره 30 ثانيه بس. تمام. يلا بينا. يلا انا الاول. ده كويس ده بقى. يلا بينا. تنسوش اللايك، سبسكرايب، شير، روح علينا. ايه مش عارف، وريني. شكله الف. حقا. وانا اقول صح؟ مغنيين بيبداوا بحرف الحاء. مظبوط. حلو. قول بقى الحرف اللي بعده. رجع بس الورقه. سين. الف. ميم. ح. ب. مع اعتذارنا الفنانه شيرين طبعا. لا فنانه ما بنعتذرش خلاص. اشيل اول ربع قرد. تمام. على بقى من نسحب عندي ورقه. حرف الالف. تمام. الف. ومعانا مطربه بحرف الالف. بدأت طيب. الف. نون. غين. ما كنتش رايح لها انا دي. ماشي يا عم. الف. ماشي. مين؟ بلع ربع قرد. ماشي. نص قرد. ماشي. اتفضل. وريني. ده دال ولا واو؟ دال صح؟ دي دال. طيب دي اصلا صغيرة. مسلسل بحرف الدال. ايه ده؟ دي صعبة قوي. وانا مالي يا عم، ولا يبدأ. الحمد لله. لا مش عارف خالص. اول ربع قرد للجوكس. طب ايه بقى؟ معرفش. طب كنت اقول اشك طيب ولا اعمل ايه؟ لا ماشي يا عم. ماشي. حظك كده. ده حرف الر ده. حرف الر. في ايه يا عم؟ انت ماسك في الدنيا كده ليه؟ انواع سيارات بالر. انت الغلاسه دي يا عم. ايوه اشمعنى انا؟ يا مسلسل بحرف الدال. الف. شك. انت قلت لي. ماشي. ليه الف؟ تشك. صح. رينج روفر. تمام. نص قرد. حلو. يلا. يه. مطربة الف. سين. طب لو مش هو اللي في دماغي، هو عادي بسويتش معاه؟ تمام. ر. مطربة اسمها ياسر. لا احنا قلنا ايه؟ يه الف سين ر. يه الف. ده انت اللي قلت الالف اصلا. انا اللي قلت الالف. ايوه قلت الف وبعدين انا قلت سين. طيب ميم. لا مفيش ميم يا معلم. لا ما انا اتلخبطت والله، اتلخبطت بجد. ميم. ايه يا حكم؟ انا بتابع. ابلع يا بيه. انا هزر. ان شاء الله الاخير. لا انا لازم اخسرك. ان شاء الله. حرف السين. لازم اخسرك. انا كده كسبان. ان شاء الله يطلع مسلسل. مطربة بحرف السين. موجود. ما اعرفش غير ساعة يعني. موجود. لا موجود عربي.
يه. ده مصري؟ مش مصري، عربي. انا عربي؟ التايم بادئ. مش بقاش كتير. الف. سين يه الف. وعربيه. اشك. عربيه. اشك. بلعت القرد. عربية. ايوه يابا. وتخلص الفقره الثالثه والحلقه بفوز فوده الرايق كالعاده. يعني لو عجبتكم الحلقه تنسوش تدونا اللايك الجميل، سبسكرايب، شغلوا الجرس، شير الحلقات مع اصحابكم، فولو على السوشيال ميديا، هتلاقونا في كل حته يعني. وما تنسوش ريبورت عشان بيطبخوها مع بعض. وما تنسوش رمضان مش عشان نقعد نتفرج على المسلسلات والبرامج بس، في عبادات وفي حاجات مهمه لازم نعملها الاول. يعني راضي ربنا وبعدين راضي نفسك. ويعني ما تنسوش برضو تدعوا لاخواتكم في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي كل حته في الوطن العربي والامه الاسلاميه. يعني ربنا يهون عليهم يا رب. واكتبوا لنا في الكومنتات عايزين تشوفوا مين كده في الحلقات الجايه. اكتبوا لنا حاجات نحطها في قنعني. يعني شير معانا الكلام ده في الكومنتات عشان خاطر عشان خاطر ماركو ايه بيعطل في الحاجات دي كتير. فاكتبوا لنا الكلام ده في الكومنتات وروقوا علينا. وبس كده.